كعادتها وقفت الجماهير الجزائرية كرجل واحد في بواكي خلف زملاء يوسف بالليلي. الجميع هنا يعلم جيدا أن مواجهة بوركينا فاسو لن تكون سهلة أمام أعداد غفيرة من مشجعيها. دعوات التوفيق كانت حاضرة، وحوار المدربين جمال بالماضي وإبرفيلود ترجمه سريعا يوسف بتسديدة قوية أبعدها الحارس. عاد بالليل مرة أخرى، لكن الدفاع دائما في المكان المناسب قبل أن يأتي الدور على بغداد بونجاح الذي كان قريبا جدا من افتتاح التسجيل. أما فيغولي الذي دخل أساسيا في هذه المواجهة فلم يتمكن من الوصول إلى الشباك. وعلى عكس مجريات المشهد الأول باغت محمد كوناتي الجميع برأسية قوية مسجلا الهدف الأول، هدف ثبته الحكم بعدما استعان بتقنية الفار. تدخل بالماضي وزج سريعا بعمورة مع بداية الشوط الثاني. هدف التعادل لم يتأخر كثيرا، والقناص بغداد بونجاح كان في المكان المناسب معيدا الفرحة للجماهير. عمورة ومن جهته المفضلة كاد يمنح كرة الهدف الثاني. رد البوركينابيين جاء من ركلة جزاء ترجمها بيرتران تراوري إلى هدف ثاني. وهنا بدأ بالماضي في البحث عن حلول جديدة. بونجاح كان مفتاح النجاح بعدما ارتقى فوق الجميع مسجلا هدف التعادل في آخر أنفاس المباراة، والفرحة هنا تلخص حجم الضغط. الخضر سجلوا التعادل الثاني تواليا ورفعوا رصيدهم من نقطتين قبل ملاقاة موريتانيا في الجولة الأخيرة.